نريد نبلش من بدايات خضير هادي، فقر خضير هادي. احنا كنا نشتغل عماله، يعني حد عدين مال تسليح. احنا مجموعه اخوه. نعم. ومن بعدها اجى الشعر والجيش سوا، يعني كنا لبسنا الخاكي دفاعا عن العراق العظيم، ولحد الان الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله. المعاناه أخرج من لغه هذه الفصحى حلو. كنا يعني انا واتذكر ناصر الحلبي وماكو حذيتنا مشققه هي مو ونركض، هذا نودي له اغنيه وهذا نودي له اغنيه، ومجموعه المطربين اللي كلهم عبد الحليم حافظ. يعني اسمه مكان واحد صير مكان السيده، واحد صار مكان ما ادري شنو. المهم نركض تعبانين على مود الخبزه والجمعيه والمنتدى وكلها تعب بتعب بتعب، الى ان الله قلت له يا ربي سوي لها زرف. عاشيته؟ ايه ربي زرف تنقط منه ماي على مود نعيش. فالحمد لله فتح هذا الزرف من الله سبحانه وتعالى. الحمد والشكر لله. بوري هو بوري الحمد لله. الحمد لله. اصبحت مليونير؟ لا مليونير شعرا. شعرا ان شاء الله. انت يعني شاتي بك مجروحه، لكن خلينا نتحدث عن الفلوس. اليوم خضير هادي مليونير؟ لا مو مليونير. يقال انه خضير هادي لما يفتح الكنتور كانت دفاتر توقع. والله يكرم طالع الله. كنت اقول للشعراء لا تروحون عن مطرب تودون الاغنيه، هسه يسمعوني شعراء. لا تروحون عن مطرب تودون الاغنيه ويبيعكم، يعني يشتريها ببخس الدراهم. تعالوا يمي كنتور انترس. كنتور انترس. كان عندي كنتور بابين. حلو. هذا بالعراق كنتور بابين ومجمده. المجمده انترست فلوس. وقفلت عليها. والكنتور انترس. فايش اسوي؟ اليوم ما نصرف من المجمده، نصرف من الكنتور. اليوم ما نصرف من الكنتور. فاخواني واصدقائي الشعراء كنا نقعد سوا. ايوه هذا المحتاج له تاير، هذا محتاج له عربانه. يقولون غير هادي خوش يسوي سمك كان وخوش. لا كانت السفرة دائمة ولحد الآن السفرة أرقى وأكبر بفضل الله سبحانه وتعالى. ما فد يوم دعيت شاعر العمان قلت له تعال على حسابي تفضى تعالج؟ تدري هواي من شعرائنا في بغداد مروا بظروف صعبة وحالة مادية حرجة، ما فد يوم بادرت انه الشاعر الفلاني يابا تعال انا بعمان امور زينة، اليوم انا داعيك لعمان وهاي اقامتك وهاي فيزتك وتعال غير لك جو اسبوع. جاني شو اسمه مناظر الكناني، مش اسمه نسيته. في رياض الركابي. رياض اجى رياض هو وعائلته. رياض الركابي تحياتنا له. اجى هو وعائلته، بس احنا ما كان هو جاي على مود زوجته. رياض حبيبي من رخصتك تحياتي الى انت والعائله، على مود عيونهم يبدلوا لنا عين يعني ما اعرف المرض شنو. والتقينا هاي التقينا يعني هو رايح العمان. قصدي فد يوم ما بادرت. انت تدري هوايه شعراء عندنا بالعراق تعبانين، ما فد يوم بادرت هذا الشاعر تعبان. المبادره مو مبادره تيجي هذا الشاعر هناك هذا البلد وانت تقوم له بالخدمه. شو تسوي؟ انت مذموم. الشعراء؟ لا شو تسوي؟ ما يشار لك، يعني ما يقولون شكرا لهذه القضية لأنه صارت بهالطريقة. من هو اللي يقول شكرا؟ يعني مثلا أنت قدمت فد مشروع لقضية معينة، ما حد يقول لك. يعني تريد شكرا من الحكومة لو من الشعراء لو من الناس؟ يا حكومة، منصة الحكومة بدون قلبك. يعني تحياتنا الحكومة هسه خليهم على صفحة ناس قاعدين. هلا. يعني ناس ما عدا رؤوس انا اعرفها، اما البقيه ناس تبوك الحمد لله والشكر، ناس تنهب وناس تبوك باصول. هسه بعد يعني حسب علمي انه الحكومه الجديده اللي شكلت انه محاربه الفساد وهذا الموضوع. وين من حارب الفساد؟
يعني طين الفساد ما رخصتك تحارب. المهم احنا في ناس طيبين يشار لهم، اللي كانوا هنا واللي حلو. استاذ خضير، خلينا بفقره قالوا عنك. اي راح معنا غادي الاتهامات والاشاعات ومن الممكن انه تفندها او تثبتها. يلا. قالوا ان الشاعر خضير هادي يعتبر الشاعر خضير هادي مدرسه من مدارس الشعر الشعبي. مو لهالدرجه، ولكن اكو خط وضعته انا، يعني خط انوضع قاموا يقلدوه. يعني هسه خضير هادي او خلينا عن الخط، خضير هادي مو مدرسه. مو انا ما اريد اقول اني، لا انا قلت لك قالوا، تاكد لو تنفي، لو تقول لا انا مو مدرسه، لو تقول اي مدرسه. يعني اني لون والشعراء تبعوني اكثر، بيهم شعراء وبيهم شويعر احنا قبل نسميه. حلو. يعني شلون بالله لاحوق يركض ورا الشعراء، كاب قميص يابا قاعد ببيتكم انت، لا هاي ما تفيدك، الموضوع هذا ما يفيدك. فقام يلقط من الناس شعر. يعني هسه نقول خضير هادي مو مدرسه، لو مدرسه لا لون. انت ذا يعني تعتز بقصائدك وتعتز بنتاجك وعندك شجاعه ان تقول اني مدرسه، من الممكن تقول مدرسه. انا اقول لون، وتبعوني كثير من الشعراء اللي هم يقولون احنا مدارس. حلو. اللون اقل من المدرسه؟ لا خط، يعني لون وخط. اقل من المدرسه لو اعلى من المدرسه؟ ما اعرف بهاي الدرجات، يعني لو هو اعلى، لو هو بالمستوى، لو هو اقل. تقول هواي من المدارس قلدوني؟ اي نعم. هو لا مو مدارس، اسماء رنانه، تجي تقول فلان هذا الاسم هو شاعر الرجال، بس هذا جاب على هاي القضيه ودخل قام يقلد غير هذا. كل هذا الزم هاي صح. كل من ادخل الايقاع والموسيقى، انت ممكن تخلي ناي، ممكن تخلي كمان، ممكن تخلي كوله، ممكن تخلي عود، اما تخلي الايقاع بهالطريقه الموسيقيه اللي يستخدمها خضير هادي، فانت من مقلدين خضير هادي. مع العلم انه ذولا مع العفو، يعني كلمه ذولا خاف يزعلون، مع العلم انه كل من انه هم شعراء، يعني كانوا يقولوا لي احمد دعتك، كانوا يقولوا لي يا اخي انت اسأت للشعر، دمرت للشعر انت بالايقاع. بالايقاع والموسيقى، كيف تنتشي على المطرب الفلاني انه هو داخل بالعمل. طيب طلع المطرب بقى خضير، المطرب راح بعد ما يرجع. هسه قاموا كلهم يقلدوني على رؤوس نوويين بالشعر. زين، اذا يعني كل واحد يدخل الايقاع هذا يصير مقلد لخضير، هذا يعتبر بنظرك؟ اي نعم، هذا لون استخدمته انا. هسه تروح للطابو العقاري، نعم. العقاري وين صاير بالجسر مال باب الشرجه، برقبه الجسر. حلو. ايه طب على العقاري، السلام عليكم، قم يا خضير سجلها هاي يمكن قضيه الطابو. قال لي هذا مسجله باسمك؟ اي بالطبع، هذا خط خضير. من يتبع هاي القضيه هذا مقلد. طيب الشاعر عادل المحسن يقول انا اول من ادخل الايقاع وعلى قناه فضائيه. إيه هو يقول اول من ادخل الايقاع الى الشعر، يقول يعني شاعرنا عادل المحسن. ايه او هو يقول ايه، هو سمعته لو ما سمعت؟ لا انا سمعت. هو يقول صح، هو يقول، بس الموضوع وين؟ لو ردنا نرجع للتاريخ شوي، وهذا الكلام عليه كثير من الشهود، يعني انه هذا لوني اللي يجي وراي. بس اللي اي شعر اي قصيده يدخل بها ايقاع فهو تقليد غير هادي. ايقاع وموسيقى، يعني ايقاع وموسيقى. ذيك المره اللي فاتت انا شفت كليب لضياء الدين. وين شفته والله؟ كني قاعد يم ولد صديقي، يعني قاعدين ما ادري كيف كان يشوف الكليب، وبي الاستاذ عريان، وبي ما ادري ولد الشاعر مأمون النطاح.
ما أعرفه والله، يعني ما ملتقين.